اهلا بيكم، معكم عمر عادل وحلقه جديده من سلسله اهم 1000 كلمه في اللغه الانجليزيه. ومعانا النهارده 10 كلمات مهمه لازم تكون عارفهم. اول كلمه معانا هي كلمه privacy. privacy معناها خصوصيه. فاقول مثلا the actor asked the press to respect his privacy، يعني الممثل طلب من الصحافه ان هم يحترموا خصوصيته، يبقى privacy. تاني كلمه معانا هي كلمه probably. probably معناها بشكل محتمل. فأقول مثلا I will probably go skiing، يعني أنا بشكل محتمل هروح إن أنا ألعب skiing أو أتزحلق. تالت كلمة معانا هي كلمة procedure. وبص النطق procedure ومعناها إجراء. فأقول مثلا your problem will be solved if you follow the correct procedure، يعني مشكلتك هتتحل لو اتبعت أو اتخذت الإجراءات الصحيحة. performance معناها الأداء. فأقول مثلا your performance is perfect، أدائك مثالي. period معناها فترة. فأقول مثلا this period is difficult، الفترة دي صعبة. permission معناه إذن. you can't speak in the class without permission، ما ينفعش تتكلم في الفصل من غير ما يكون عندك إذن. personality يعني شخصية. She has a strong personality، عندها شخصية قوية. persuade يعني يقنع. I finally persuaded my parents، يعني أخيرا أقنعت والدي. phase يعني مرحلة. This phase of the project is crucial، يعني المرحلة دي من المشروع crucial أو مصيرية. pregnant يعني حامل. The doctor told Mary that she is pregnant، يعني الدكتور قال لماري ان هي حامل. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والشير، وما تحرمنيش من الكومنت الجميل بتاعك. وما تنساش مع عمار عادل اتعلم انجلش بطريقة extraordinary، بطريقة استثنائية. Thank you for watching. Bye bye.